ابني فضحني، ابني فضحني في الدنيا. مراهق عنده 16 سنة في أولى ثانوي عام، اغتصب بنت الجيران اللي عندها 5 سنين. فضلت مغطية مغطية لحد ابني ما كبر والبنت كبرت، بعد ما أنا مسحت لها الدم بإيدي. قلت لها ما تقوليش لا لأمك ولا أبوك، فضيحة جيراننا، الشقة بابا باب الشقة، وش في الوش. هنا البنت كبرت واتدورت وحلوت، وقلت له يا ابني اتجوز البنت دي علشان نكفي على الخبر مجور، وما تفضحناش وما تعملش مشاكل. قال بالدين اللي فرض وربنا ما هاخدها، يعني ما هاخدها تغور بره عني، لان لي دعوه بها، انا بحب واحد تاني يا ماما. تابعوا الحكايه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقه جديده من برنامج الحكايه وما فيها. طبعا احداث هذه الحلقه جرت وحدثت في محافظه من محافظات مصر. ست بيت اتجوزت من راجل بيحبوا بعض حبا جما، حب أو عشق يتغنى به التاريخ، بل يدرس في الجامعات ويتغنى به الشعراء. وهنا ما خلفوش، ربنا رزقهم بولد واحد اسمه حسين. الولد ده يا سادة كبر لحد ما بقى في أولى ثانوي عام، والشقة فاتحة في شقة الجيران، وخالطين مع بعض الجيران، وجارهم نفس الموضوع. سبحان الله، الطابق كيف ما تعرفش. ما عندهمش الا بنت واحدة ربنا رزقهم بيها، عندها 5 سنوات. طبعا مصاحبين مع بعض، يقعدوا مع بعض. الست دي جارتها تشتكي لها موجعتها، ودي تشتكي لها همومها واحزانها. يعني زي ما تقول اصحاب ما بيفرقوش عن بعض النوم. دي جوزها بيشتغل ويرجع عليها، ودي جوزها بيشتغل ويرجع عليها. لكن الست اللي هي ام حسين دي المراهق اساسا بتعمل او بتشتغل اداريه في مدرسه من المدارس. وطبعا ده اللي بيروح عند ده وده اللي بيروح عند ده، والحياه سعيده ومية مية. مفيش اي عزيله، لدرجه ان اللي تطبخ طبق طبيخ تودي دي، واللي تعمل طبق محشي تودي دي. مفيش اي عزيله بينهم، مفيش اي عزيله بينهم. جيران يعني جيران احسن من قرايب كمان مع بعضهم. لكن بقى قد تاتي الرياح يا ساده بما لا تشتهي السفن كما يقولون. الواحد بيبقى ماشي يمين وتيجي معاه الشمال، ماشي شمال وتيجي معاه يمين. هي الدنيا كده، فوق ويبقى تحت، تحت ويبقى فوق. ما تعرفش اللي بيحصل ايه في الدنيا، أقدار مكتبة. لكن الشر بيأتي من الإنسان بضغينة من الشيطان نفسه وأغواء من الشيطان. راحت المدرسة في اليوم ده، وهنا راحت بصت لقيت المدرسة، لقيت المدير مقفل عليها. اتأخرت شوية، اضطرت على ما سوت وشالت الخضار والكلام ده كله، رجعت قبل الدور بساعة مثلا كده. فتحت باب الشقة، لقيت الولد ابن حسين اللي عنده 16 سنة ماسك البنت اللي عندها 5 سنوات معاه في الشقة. 5 سنوات يعني طفلة ما تفقهش حاجة خالص، ومجرد البنت من ملابسها تجريد كامل يا سادة، ومغتصبها. بيتداول على اغتصابها والتناوب على اغتصابها يمكن من الساعة 7 الصبح أو 8 من بعد ما مشت. الولية دورت الضرب في الولد بالمقشة وبإيديها، لما خضرت جابت العصاية بتاع المقشة لحد ما موت الولد من الضرب. كان هيموت من الضرب. يد عملت لها كده، قال انا ما اعرفش انا عملت لها كده، ومسكت البنت. نزيف، نزيف، بنت صغيرة عندها 5 سنوات بتنزف. عشرها معاشرة الأزواج هذا الشاب الذئب المراهق. وده ناتج عن الأفلام الإباحية والكلام ده اللي الشباب بتسمع، والتليفونات والمواقع وده والبحث على محركات جوجل. ملايين الأفلام الجنسية سادة على الإنترنت لا حصر لها والعياذ بالله. دخلت لحد ما النزيف منع من البنت، وشطفت البنت وحمتها وقالت لها اسمعي يا بنت، انت ما تعرفش حاجه، 5 سنين. قالت لها ما تقوليش لامك ولا لابوك يا بنت، وانت حبيبتي. وبعدت جابت لها شوكولاته وجابت لها هدايا وجابت لها فوانيس ولعبتها وخلت البنت البنت قالت كده ماشي وخلاص. ودت البنت وتجي البنت لا عارفه تقول لجوزها، ولا عارفه تقول لام البنت، ولا عارفه تقول لجوز البنت. ما حاجه فضيحه، يعني حاجه فضيحه. كانوا زمان يقولوا اللي بلوته من قرايبه لا يموت والطبيب حداه، يا بل بقى اللي بلوته من ابنه. مثلا هكرر عليكم تاني، اللي علته واللي بلوته من قرايبه لا يموت والطبيب حداه. يعني هيموت والدكتور قاعد جاره، يا بل بقى اللي بلوته وعلته ومسكته من ابنه. ولد واحد بس غالي عليها، والبنت غالي عليها، لكن غلاوة ابنها
أغلى من غلاوة البنت، وده السائد والمعروف. لكن لا جدال في الحق. فالفيصل هنا تجي البنت عندها تضمها وتحبها، أم البنت تقول لها ده أنت اليومين دول بتحب البنت قوي، ده أنت مش عايز تسيبها من حضنك، وجيب لها حلاوة وفاكهة وما لذ وطاب. قالت لها دي بنت، دي بنتك بنت، احنا عندنا، أنا عندي الولد وأنت عندك البنت. وفضل كل يوم تهزأ في ابنها وتضرب في ابنها لحد البنت 5 سنوات هوب نطرت بقى عندها 15 سنة. البنت جميلة جمال فتاة. قالت له يا حسين يا ابني، احنا يا ابني ندفع الخبر مجور ونعزل الصف من الشتاء واتجوز البنت دي عشان خاطر امك يا ابني، ودار على فضحتنا. طب هي البنت دي كل يوم والتاني بيجي لها عريس، بس ابوها وامها قالوا لا ده صغيره وبنت وحيده، وابوها ميسور الحال راجل موظف وظيفه مرموقه، ويا ابني وحاجه تبقى حلوه، ويبقى دوينا غلطنا يا ابني، محدش يعرف حاجه السيره دي. قال لا لا ده انا بحب واحده تانية. قالت له حب حب لما يحبحبك ودارت الضرب فيه مره واثنين وعشرة، ما رضيش ابدا. البنت يجي لها خطاب، ابوها وامها لسه صغيره، وامها تقول يا ام حسين ان كانت البنت اللي لازماكي خديها احنا عارفين بعض، والواد راسه الف سبب قال ما ياخدها. طب هي كده محتاره، بتعرض المشكله عليكم الساده المشاهدين، بتقول تعمل ايه في المصيبه اللي هي حصلت لها دي؟ تعمل ايه؟ رأي سيدكم ايه؟ بعد ما كده تستمعوا الفيديو وتشيروا الفيديو وتدعمونا بالاعجاب، وبرضه تكتبوا لنا في التعليقات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لأن والله ما صلى عليه إنسان إلا رزقه الله رزقا وفير وأراح باله بالعدد والكثير الكثير. لأن الصلاة على النبي دي حاجة منتهي منها الأمر، دي بتزيد البركة في البيوت وبترفع الهموم والمشاكل. يا أولاد صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا نهاية القصة قبل ما نختمها، مش عارفة ست تعمل ايه. يهمنا رأي سيدكم، تقول لجوزها على هذا السر، ولا تقول لأم البت، ولا تقول لأم البت خايفة لو قالت لجوزها مشكلة، وجوزها المشكلة كل شوية لا ما تغصبش على ابنك، ده الجواز كده، الجواز مش بالغصب، سيبيه يتجوز براحته. عايزة تقول له أنت مش فاهم حاجة اسكت. طب لو قالت لا لأم البنت هتقول لأبوه، أبو البنت ممكن هيروح السجن، وده أحداث هياخد أقل حاجة 15 سنة ولا 25 سنة، لأن اللي أقل من 18 سنة في القانون المصري يا سادة ما فيهوش حكم إعدام، بيرفع عنه حكم الإعدام، خليه ياخد 15 سنة، هيضيع مستقبله. التدابير دي كلها في مخ الولية، وممكن الراجل أو البنت يموته في ساعتها، يجز عنقه. هنا البنت، طب الولية بتقول لو جالها عريس، طبعا دي كده يعتبر ابنها مغتصبها، يعتبر هي والمرأة سواء مدخول عليها وعندها 5 سنوات. طب هتبقى فضيحة، هيقول لجوزها هتحصل مشاكل. هنا الست دي محتارة وبتقول يا ريت الناس تكتب لي في التعليقات، لأن بتقول أنا واقعة في عرض السادة المشاهدين والمتابعين، يقولوا لي أعمل إيه بالظبط، صرحوني بالحقيقة. وخلي بالكم من ولادكم الصغيرين مهما يكون سنهم 5 سنوات، ما نوديهاش عند جارك وقد تمشي وتجي في ثانية، لا. النهارده الدنيا بقت ذئاب، والأطفال النهارده عينها فتحت من النت والكلام الفاضي والإباحيات ده، حتى مواقع التواصل الاجتماعي بقت فيها صور ولقطات ومشاهد قلة حياة، والأفلام بتاع زمان ناهيك بقى عن المواقع الإباحية. تحياتي لحضراتكم وربنا يسترها على الجميع، دمتم في أمان الله.